ثم يمر في القوم يبحث عن القتلى، ويفاجأ بعمه بأحب الناس إليه، وأول ما رآه بكى عليه الصلاة والسلام لأول مرة حتى سمع نشيجه، وقال: ما رأيت منظرا أفظع من هذا، لئن ظفرت بالمشركين لأمثلن ب70. قطع أنفه، وجدعت أذنه، وبقر بطنه، وأخذت كبده، قطعت أوصاله، فكفن. وأتت صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عن أخيها، ومعها ثوبين، ومعها ثوبان تريد أن تكفن فيهما أخاها. قال: ردوها، لا ترى المنظر النبي عليه الصلاة والسلام ما تحمله. فقال: امنعوها. فأتاها عبد الله بن الزبير وقال: عودي. قالت: إليك عني، أريد أن أرى أخي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. اسمعوا للأمر يا إخوة. قالت: سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيظن أنني سأحزن على ما أصاب أخي؟ يقطعونه، أتاني ما فعلوا، يقطعوه، يفعلون ما شاءوا، كل ذلك إرضاء لله. فعادت، فأخذوا الثوبين واستحوا أن يكفنوا حمزة فيهما ويتركوا صاحبه الذي مات بجانبه، فكفنوا حمزة في ثوب، ومن كان بجانبه في ثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام استودع هؤلاء القوم، لا يمكن أن ينسى مواقفهم، بل حتى قبل موته في الليلة التي أحس فيها بمرضه ذهب يزور شهداء أحد. أشهد الله وأشهد لله أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة.